ما هو منرخصش نفسنا ونرجع نزعل ونقول حصل فينا كده ليه وايه اللي بيحصل معانا ده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي الحلوين، وحشتوني كتير كتير. يلا بينا فيديو جديد وطاقة ايجابية جديدة ومشكلة جديدة، ويلا بينا كده. قومي صلي على النبي ومتنسيش تحط لنا اللايك المتين وندخل في الفيديو على طول. أمنية، أنا عندي 32 سنة، مطلقة من 3 سنين، ما عنديش أولاد. اتعرفت على واحد متجوز وعنده 3 أولاد، وقعدنا فترة نتعرف على بعض، وهو من نفس المحافظة يعني ماشي، بس بعيد عننا بكتير. كنا بنتقابل كل اسبوعين او شهر مرة، وصراحة كان جدع قوي وكريم معايا لأبعد الحدود، وتقريبا كان شايل كل مصاريفي علشان عارف انه ظروفي على قدها، وكان بيعمل كل حاجة وهو فرحان مش مغصوب على حاجة خالص. وجاب لي موبايل غالي، يعني معتبرني واحدة مسؤولة منه. معلش يعني مع احترامي ليكي، جابلك الحاجات دي كلها وهو يا دوب قالك ان هو بيحبك، يعني عشان ايه يجيبلك الحاجات دي وعشان ايه انت تقبليها منه؟ بس بغض النظر، ومن حبنا لبعض كان بيحصل ما بيننا تجاوزات، بس ما كناش بنروح شقق ولا اماكن، زي يعني ما فيش اماكن مغلقة يعني، بس كان بيحصل تجاوزات. عرفتي بقى كان بيصرف عليكي ليه؟ عرفتي كان بيجيبلك الحاجة ليه؟ ده مش حب. المهم، يعني بتبقى حاجات خفيفة كده او في المكالمات، علشان انا عارفة سوء الظن اللي هتقولوه عليا. احنا مش هنقول عليكي سوء ظن ابدا، لا. امشي يا اسطان بعيد، امشي، مع احترامي ليكي يعني. جينا نتكلم في الجواز والارتباط الرسمي، وهو رحب واتفقنا نجيب شقة قانون جديد 2 سنين، وهو اللي هيفرشها وانا هجيب حاجتي وبس وخلاص ونتجوز. بعدها بفترة بسيطة لقيته اتغير وما بقاش يرد عليا. ايوه، غير كل فين وفين، واوقات يقفل تليفونه ومش بعرف اوصل له، وبعد فتره يرجع يكلمني باي حجه، وفي الاخر رحت له الشغل ما كانش موجود او اتهرب مني، ما كنتش متاكده. في اخر ما زهق مني قال لي مش هنقدر نتجوز لحد دلوقتي لان مراتي شاكه فيا، ولو عرفت حاجة هتخرب بيتي، وانا خايف على عيالي وبيتي. انتي لو بتحبيني تبعدي عني حتى لو فترة لحد ما الامور تهدى ونشوف هنعمل ايه. المعلم بيهرب بشياكة، وده شيء طبيعي وحاجة متوقعة منه ان هو يهرب منك بشياكة يعني. ما هو معلش إيه، انتي شوكولاتاية وحلوة وكل حاجة، بس مكشوفة وده منك وعادي يعني. فانتي هياخدك ليه؟ هيعمل بيكي ايه؟ زيك زي غيرك. وبعدين زي ما عملتي معاه في تفكير رجاله كده، زي ما عملتي معاه وزي ما حبيتيني ممكن تحبي غيري، وممكن تعرفي غيري عليا وانتي متجوزاني عادي. وبعدين انت هتبقي الزوجه التانية كمان، فانت متخيله ان انه هيبقى مشغول بالاولانيه، فانت هتبقي ملففاه حوالين نفسه. ما اظنش ان انت هتبقي اختياره ولا هيرجع لك. المهم، قال لها ان بيته هيتخرب، ولو بعد فترة الامور ترجع تاني وتهدى تاني، وبعد كده نرجع نتكلم تاني. وهو في الاخر بيملص مني ومش عايز يرد عليا. انا قلت له انا اللي هبلغ مراتك واهلك واشوف يرضيهم ان يتعمل في بنات الناس كده، وانا معايا كل الاكونتات بتاعتهم، وهو عارف كده كويس. طبعا ما عجبوش كلامي، وفي الاخر بعد عني وبلكني من كله. انا قلت ابعت الرسالة الاول اخد رأيك، وبعد كده ارجعي يا ماما، ارجعي. ارجعي، ما تبعتيش حاجة، ما تبعتيش حاجة، خلي فيه ذرة كرامة. الراجل في الاول وفي الاخر في المجتمع اللي احنا فيه ما بيبقاش عليه ادنى غلط، الغلط عليكي انتي. انتي اللي سيبتي. يعني ايه تجاوزات، ويعني ايه تكلميه، ويعني ايه اتفقتوا، ويعني ايه الحاجات دي كلها والليلة دي كلها من غير ما يكون في بينكم، يعني ما دخلش بيتكم اصلا. امك ما تعرفش، ابوك ما يعرفش، اخواتك ما يعرفوش، عملتي الحاجات دي كلها ازاي؟ لا. ومعلش مع احترامي ليكي، منتهى القدر، منتهى القدر انك كمان هتروحي، هو قذر، انك كمان هتروحي لمراته والاهله وتعرفيهم. هتعملي ايه وانت فاكره ان انت كده، انت كده بتفشي غلك فيه؟ انما هل انت كده هترجعيه ليكي؟ استحاله. هل انت كده بكرامتك بتصونيها؟ استحاله. فانا من رايي كأمنية، ابعدي، ما تكلميش اي حد، حافظي على نفسك، انت غالية، حبي نفسك على قد ما تقدري. وده كل فيديو انا بقوله يا جماعة، حبي نفسك على قد ما تقدري. لو كنتي بتحبي نفسك ما كنتيش هتسمحي ان انت تبقي في موضع زي ده. هي الاولانية اغلى منك في حاجة؟ هي الاولانية اللي هو جاب منها عيال ودخل بيتهم وجاب لها وعمل لها والحاجات دي كلها اغلى منك في حاجة؟ تفضلي اهي لما عرفت، لما بس شمت خبر هو كان بيلعب بيكي. بصي، هو كان بيلعب بيكي، ولما هي شمت خبر خدته تاني تحت ايديها وتحت رجليها، لان هو اللي عمله ده، ده كده نزل تحت رجليها تاني.
ماشي، وسابك ترقعي راسك في اتخن حيط. شوفي بقى انت الاذى النفسي والاذى الجسدي يعني شوفي انت هتتخيلي نفسك ازاي مع راجل تاني في الحلال، وانت عملتي حاجة زي دي في الحرام. بجد ربنا يكون في عونك. عايزة رأيكم يا جماعة كتير كتير بالله عليكم في الكومنتات، لان في مشاكل بتيجي عندها كده وبقف اللي هو انا مانيش عارفة ارد، وحتى لو رديت انا هقول ايه. عملتي في نفسك كده ليه؟ وصلتي نفسك للمرحلة دي ليه؟ انت غالية انت غالية، المفروض تبقى غالية على نفسك، محدش يقرب منك. ليكي اهل زي ما هي ليها اهل. انت ازاي ما فكرتيش في حاجات زي دي قبل ما توصلي للمرحلة اللي انت فيها دي؟ لنا الله. وحبايب قلبي الحلوين، لو وصلتوا معايا للوقت ده من الفيديو ما تنسونيش باللايك والشير والسبسكرايب عشان يوصل لكم مني كل جديد. انا النهارده الروتين بتاعي كان روتين سهل وبسيط كده. الاوض طبعا اول ما بنصحى من النوم الصبح الاولاد بيظبطوا اوضتهم فما فيهاش حاجه، والاوضه بتاعتي كمان نظيفه ما فيهاش حاجه. الصالة هي اللي كانت متكركبة شوية. صراحة الفترة اللي فاتت دي او اليومين اللي فاتوا ما كانتش احسن حاجة ان انا اقدر ان انا يعني ايدي تبقى فيها على طول. وبرضو الاولاد والبيت اللي فيه اولاد انتوا عارفين ان هو دايما بيبقى متبهدل، وبيبقى دايما متكركب وكده. فربنا يعيننا وربنا يخليهم يا رب ويحفظهم ويبارك فيهم. النهارده اول رجب، كل سنة وانتوا طيبين، واللهم بلغنا شهر رمضان لا فاقدين ولا مفقودين يا رب العالمين. قولوا رأيكم في القصة دي، وشغلوا كده الموبايل. شغلي الموبايل جنب منك كده وانتي بتخلصي مواعينك وانتي بتنضفي شقتك، وقولي رأيك ضروري. في ناس كتير بتتعلم من القصص دي، او بتتعلم من المشاكل دي. في ناس بتتعلم من مشاكل غيرها، وده السبب اللي بيخليني ان انا اصر ان انا انزل مشاكل او مشكلة على الاقل كل فيديو نتناقش فيها. كلها مشاكل حياتية من بيتي وبيتك ومن بيت الجيران، وكلها بتحصل وكلنا معرضين لكل حاجة. ربنا يرحمنا وربنا يبعدنا عن طريق الحرام. ربنا يعفنا عن اي حاجة حرام يا رب، اللهم امين. احنا بقينا في زمن صعب بجد، كله فتن وكله حاجات سهلة كده، بس في الاخر هي طريقها حرام. قبل ما ترتبطي بأي راجل، قبل ما ترتبطي بأي، يعني لو هترتبطي بكلب اعرفي الكلب ده اخره ايه. ده نصيحة مني بجد والله. قبل ما ترتبطي اعرفي هو هيوصلك لفين، هيعمل ايه، مصيرك هيبقى ايه. حبايب قلبي الحلوين، ما تنسونيش باللايك والشير وسبسكرايب عشان يوصل لكم مني كل جديد. وقولوا لي رأيكم في الكومنتات، بجد بنستفاد من رأيكم. انا خلصت معاكم روتين شقتي، وروتين الصالة كان سهل وبسيط، كنيس وحبة تنظيف كده وحبة ترويق، ولكن كان لازم ان انا اشارككم المشكلة دي لاني محتاجة رأيكم، وهي كمان صاحبة المشكلة هتتابع رأيكم في الكومنتات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.